السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واحدة اتصلت بدكتورة هالة سمير بتحكي قصتها، بتقول ان هي كانت مخطوبة لشاب قمة في الأدب والأخلاق والتربية والتدين، وانه كان بيخاف عليها من الهوى. استمرت خطوبتهم لمدة سنة، اتعودوا على بعض ويعني حبوا بعض، ولكنها فجأة قررت ان هي ما تكملش وفسخت خطوبتها. السبب ان خطيبها كان عنده مرض وراثي، ولما راحوا لدكتور وسألوه قال لهم ان هم لو خلفوا هيجيبوا اطفال عندها نفس المرض الوراثي ده. المرض كان صعب، هو مرض ليفي عصبي، يعني اللهم احفظنا، اورام بتصيب المناطق العصبية في الجسم. البنت منهارة وبتسأل إذا كانت ظلمته ولا لأ. دكتورة هالة لما ردت عليها، وأنا رأيي من رأيها، قالت لها إن اللي هي عملته ده صح، وإن هي ثابت يعني الخطوبة فشكلتها، لأن ما ينفعش إن احنا نبني حياتنا ومستقبلنا على التعاطف. مش معنى ان انا بتعاطف مع اللي قدامي او ان انا صعبان عليا ان انا اكمل حياتي ومش مهم اللي جاي بعد كده ايه. الشخص ده طبعا مشكور ان هو يعني صرح لها بحاجة زي كده، لأن أكم من شباب وبنات بيبقوا جايين يتجوزوا وهم عندهم مشاكل وأمراض ما بيقولوهاش للطرف التاني، وده طبعا حرام لأنه مش من الدين ولا من الأمانة. المفروض إن أنت بتقول للطرف اللي قدامك عن لو في مشكلة أو في مرض بتعاني منه، خصوصا لو مرض مزمن، والطرف التاني ليه حرية كاملة إذا كان يكمل معاك أو ما يكملش، حتى لو كانت روحك فيه. مش معنى إنك تكمل معاه إن أنت تكون شخص أناني. أم، الحقيقة أنا لما سمعت الموضوع جاء في دماغي فيلم كده لنور الشريف وبوسي، كان اسمه الحكم آخر الجلسة. كانت قصة الفيلم بتدور حوالين إن بوسي كانت متجوزة نور الشريف، ونور الشريف كان عنده مرض وراثي في عيلة باباه، وكان ليه أخ موجود في مصحة نفسية. ما كانش قايل لمراته، ولما مراته عرفت وكانت حامل سقطت نفسها، وده دخلها في صراع كبير بينه معاه ومع والده. ورفعوا عليها قضية وكانوا عايزين يحبسوها لأنها حرمتهم من ابنهم وحفيدهم. ومش بس كده، دي كمان طلبت من نور الشريف اللي هو جوزها ان هو يعمل عملية يعقم نفسه عشان يضمنوا ان ده ما يحصلش بعد كده، الحمل ده ما يحصلش بعد كده تاني. كان صراع طبعا طول الفيلم، ما كانش حد مأيدها غير أخت جوزها اللي هي المحامية، واللي راحت بالفعل عقمت نفسها، وده دخلها برضو في مشاكل مع خطيبها اللي اتصدم لما لقاها عملت حاجة زي كده. آه، الموضوع مش موضوع ان انا نفسي اخلف وخلاص، الموضوع ان انا ببص لقدام وببص للاولاد اللي هيجوا دول. الاولاد دول مصيرهم ايه او ذنبهم ايه ان هم يجوا يعانوا في الحياة؟ يعني كفاية اصلا الحياة تعب ومشقة، هيجوا هم كمان بمرض صعب او مرض وراثي يعانوا بيه. ما ينفعش نكون عندنا الحب للحاجة وان انا عايزة اخلف وان انا وخلاص ومش مهم اولادي دول هيعانوا من ايه، ما دول اولادي برضو. البنت هنا هي كانت فاكرة ان هي ظلمته، ان هي سابته. يعني هو الشخص ده مصيره ايه؟ لو بصينا لمصيره، هو ممكن يتجوز طبيعي عادي، بس يتجوز ممكن واحدة ما بتخلفش، او ممكن يتجوز واحدة خلفت قبل كده وعايزة تربي عيالها، يربي هو كمان معاها عيالها وياخد ثوابهم. او ممكن تكون بنت طبيعية عادي، بس يعني حبها ليه طاغي على الموضوع، فهي خلاص يعني هتتجوزه مش هتخلف. لكن البنت صاحبة المشكلة عادي زيها زي اي بنت نفسها تبقى ام، فما كانش ينفع ان هي تقرر تكمل معاه
وما تبصش لاولادها في المستقبل هيعانوا من ايه او هيجرى لهم ايه. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، نسمع المشكلة من صاحبته ونشوف رد دكتورة هالة عليها ونرجع لبعض تاني. بصي يا دكتور، انا كنت مخطوبه ولسه مفشكله من حوالي اسبوع كده. اه. انا قعدت سنه كامله. هو انا مش قادره اقول لحضرتك، هو حد ذات خلق 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 لابعد الحدود والله. تمام. هو حد ملتزم في صلاته وبيصرف على اهله ما شاء الله يعني، وكده ان هو سنه صغير وكده. تمام. كده بقى ان هو مصاب بمرض، والمرض ده للاسف طلع وراثي. اه. هو اسمه المرض اسمه ورم ليفي عصبي، لو حضرتك تسمعي عن المرض ده. اه. بس فأنا كنت عارفة تقريبا من نص المدة مثلا، يعني مثلا 5 شهور أو 6 شهور. امم. وهو راح كشف وكده، والدكتور قال له إن الأطفال لو جم وراثة هياخدوا نفس النسبة بتاعته هو، لأن يعني ده المرض ده كلام الدكتور؟ المرض عبارة عن خلل في الجين رقم 17. امم. وهو مش واخده وراثة، هو كان واخده طفرة امم. جينية. تمام. امم. بس ف... بس فأنا بقى من فترة كده كنت قاعدة على الفيسبوك سمعتوا وكده. من دكتور واثنين وثلاثة يعني؟ لا، هو كان دكتور واحد اللي هو كشف عنده وقال ان هو مرض وراثي. اه. هو المرض وراثي، بس قال الدكتور الوحيد بس هو اللي قال له إن الاطفال هياخدوا نفس النسبه. امم. بس انا بقى قاعده على الفيسبوك وكده، لقيت جروب، هو جروب اجانب. فالمرض تقريبا يعني بيتصاب بيه واحد من كل 3000 على مستوى العالم. اه. تمام. بس فلقيت ان دي طفره في يعني الجين فملهاش. المرض ده له آثار؟ يعني قولي لي كده أعرض، يعني له آثار على الصحة، على على المخ، على الأعصاب، يعني اه بيعمل إيه؟ ما هو ورم ليفي عصبي بيصيب أي مكان عصبي في الجسم، بيطلع فيه عبارة عن حبوب يا دكتورة، لا إما امم. تحت الجلد لا إما فوق الجلد، والحبوب اللي فوق الجلد دي بتكبر. هي دي ممكن تتشال، بس امم. المشكلة بقى اللي جوه، يعني الأطفال ممكن يتصابوا مثلا اه طبعا. بإيه. طبعا هو بلاش الحمد نجاح. لله اللي كان خطيبي ما كانش عنده أي أورام داخلية. اه. بس اللي انا عرفته بعد كده ان الاطفال ممكن يتصابوا باي ورم داخلي، ممكن يبقى ورم على المخ، ممكن ورم على العمود الفقري، ما محدش عارف الورم ممكن يطلع فين. فهمت. طيب سؤالك ليه بس يا أسماء؟ فانا ما قدرتش ان انا استحمل صراحة، لان دول برضو ولادي. صحيح. بس انا برضو بعزه جدا مم. جدا. هو نفسه اتصدم. هو عارفه اللي هو فعلا حرفيا ملوش حد. مامته متوفيه من وهو في اولى ثانوي، مم. وباباه يعني حد غلبان قوي صراحه. مم. آه، بس هو اللي بيصرف على أهله وعلى أخواته البنات، يا رب ربنا يكتب كل خير. فهو متأثر جدا جدا، وفي نفس الوقت أنا مش عارفة أتخطى المرحلة دي. مم. حاسة إن أنا سيبته لوحده، وبرضه إحنا اتخطبنا سنة كاملة، فدي مش قليلة. طبعا تعودت والحمد لله على. كنا والحمد لله كنا ملتزمين بضوابط الخطوبة لحد كبير جدا. حد كان الحمد بيخاف لله. عليا والله الخطوبة من الهوا. الحمد لله. بس فأنا مش عارفة الخطوة اللي أنا عملتها دي صح ولا لأ، مم. وهل أنا كده ظلمته معايا ولا حاضر إيه؟ يا أسماء، هجاوب. وادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك بقلبك الجميل ده يا أسماء، يا ويعوض رب عليكي ده خير هو كمان ويعوضه خير. ربنا يشفيه. يا ربي يا حبيبتي، إن شاء الله. اسمعيني يا أسماء، آه، اسمعيني. اكتبيك يا شكرا يا حبيبتي، دكتور. الله يكرمك ويعوضك خير يا رب يا أسماء، ويكرمك كرم الدنيا والآخرة، ويكرمه ويشفيه. طبعا موضوع ان، يعني انت قلتي كلمة وهم اولادي برضو. يعني الامر دوت، جزاهم الله خيرا ان ما حصلش فيه تدليس. للاسف اللي بيحصل دلوقتي اسماء انه بيتجوزها ويبقى خاطب وعارف انه عنده عيب وعنده امر مرض معين وعنده امر معين، ويقوم جاي مدلس عليها وملبس عليها لحد ما تزوجها، وتكتشفوا بعد كده اهلها. ده انا عايزه اقول لك ان واحده فضلت تتعالج اكتر من 5 سنين وحقن وعمليات وكذا، وهو وامه واهله عارفين ان هو اللي تعبان وهو اللي مريض، وما لوهاش وسابوها، وكانت هتموت في مره من المرات بسبب ان هي ظنه ان الامر من عندها وعماله بتحاول. الناس ديت يعني مدلسه، والعقد باطل لانهم مدلسوا عليه. الحمد لله هو كان صادق والدنيا تمام وفي تمام، والامور عملت. يعني انا رايي انك خدت القرار الصحيح، لان لو انت تعاطفتي بعد كده ما ينفعش نقيم زواج. اسمعوا يا بنات، ما ينفعش نقيم زواج ونقيم علاقه ونعمل علاقه زوجيه على الشفقه والعطف.
لا، الزواج قايم على منظومة متكاملة، من ان انا مبسوطه ومبسوط وفي امور خاصه بيا وفي ارتضاء لامور معينه وفي توافق وفي حب وفي مستقبل. لكن لما الاقي المستقبل هيبقى فيه كذا ويبقى فيه كذا، ندعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء، عليه بميه زمزم، عليه بالادعيه، دايما الرقيه بالماء المقروء عليها قران، وليس ذلك على الله بعزيز، ربنا يشفيه شفاء من عنده. مش عايزه ضميرك يتأنب ومش عايزاك تعيشي في الامر ده، ربنا يرزقه خيرا ويرزقك خيرا، وانت خدتي قرار سليم. علشان النفسيه، في واحده ما بيبقاش فارق معايا، يعني انا اعرف واحده تقريبا، يعني الكلام ده مثلا كنا لسه في تانية جامعه، و وهي وافقت ان هي تاخد حد شبيه بحاجه زي كده، كان موضوع الحبوب وكذا وكذا، وقالت انا قابله. قعدوا حتى البنات الصحابه، هتقربي منه ازاي، هتلمسيه بالحبوب دي، كل حبوب في كل جسمه، وازاي هتقربي منه في حاجه زي كده والبتاع. حتى اصحابها كانوا حتى هما بيكلموها بيبقوا مش قادرين حتى من المنظر بتاع، تقول لهم انا قابله. ففي حد بيقبل وفي حد ما بيقبلش، وفي حد نفسيته ما تجيبش. طب وهي لما تيجي مثلا تبقي كده وتتقززي من امر او تتقرفي من امر، وده زوج لا يعني، انت خدتي قرار سليم، تعيطيش، ان شاء الله ربنا يرزقه خيرا ويتم شفاه، وربنا يعوضك خير. وانا حبيتك يا اسماء على قلبك الجميل الرقيق ده الله سبحانه وتعالى يعوضك خير يا رب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم السلامة لي ولكم، وإنه ربنا يعافينا ويبعدنا عن أي مرض ويحفظ أولادنا ويبعد عنهم أي سوء وأي شر. ما تنسوش إن دعمكم دايما بيفرق، باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت، بس لسه الحلقات جاية كتير، استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.